يعني إيه تصميم بيئي؟ الإنسان الأول كان بيدوّر على مأوى، كان بيدوّر على الحماية من التقلبات الجوية، الحماية من الحيوانات المفترسة، كان بيدوّر على الأمان، فاتجه لإنه يسكن الكهوف. الكهوف كانت عبارة عن تجويف في رحم الأرض، كان بيحميه من كل العوامل الجوية، وفي نفس الوقت بيحقق له الأمان اللي هو محتاجه والحماية من الحيوانات المفترسة. يبقى إحنا لما نيجي نقول احتياج الإنسان الأول أو الأساسي كان لإيه؟ كان للراحة والأمان، دول أهم عاملين في المأوى. بعد كده تطورت العمارة وبدأت تتخذ أشكال مختلفة، بداية من الخيام واستخدام العناصر البيئية الموجودة أو المواد المحلية اللي موجودة حول الإنسان، وبدأ إن هو يستخدمها في بناء أشكال بسيطة من المأوى. بعد كده بدأ الموضوع يتطور وبدأ ياخد أكتر من مفهوم وأكتر من مصطلح بتندرج كلها تحت المعمار البيئي، زي مثلا العمارة الخضراء والعمارة المستدامة اللي ظهرت في السبعينيات في وقت أزمة الوقود اللي كلنا عارفينها. بعد كده هنلاقي فيه مسميات زي المعمار الشمسي، هنلاقي فيه مسميات زي البايو كلايماتيك اركتكتشر، هنلاقي فيه البايوفيليك اركتكتشر، هنلاقي فيه الجينيريتيف اركتكتشر. طبعا ده كله على سبيل المثال وليس الحصر. كل مفهوم وكل ترند طلع في وقت مختلف لاحتياجات مختلفة، ولكن بتندرج كلها تحت مسمى التصميم البيئي. فاحنا هنا لما نيجي نعرف يعني ايه تصميم بيئي بمنتهى البساطة، هو تصميم واعي بيئيا بيوفر الراحة والأمان لمستخدميه، وفي نفس الوقت له تأثير سلبي على البيئة المحيطة. يعني مش بيؤثر بالسلب على البيئة، مش بنضر البيئة المحيطة، لا بناخد من مواردها ولا بتنتج عنها مواد بتضر المحيط الإيكولوجي ولا الهواء الخارجي، ولا بتضر أي حاجة من مكونات المحيط البيئي بالمبنى. وبكده نكون اتكلمنا عن التصميم البيئي بشكل مبسط جدا بدون أي تعقيد. طبعا لما بندخل على الأنواع المختلفة أو الترندز المختلفة من المعمار البيئي، زي العمارة الخضراء، العمارة المستدامة اللي ذكرناهم في الأول، وبقية أنواع العمارة، كل واحدة منهم هيبقى ليها مبادئ مختلفة عن التانية وليها تقنيات مختلفة عن التانية، بيجمعهم فكرة إن هم أصلا تصميم بيئي أو معمار بيئي، ولكن كل اتجاه منهم هيبقى ليه مميزات معينة أو ليه مبادئ معينة لازم إن احنا نطبقها لو هناخد الاتجاه ده في التصميم بتاعنا. فده هنبقى بنتكلم عليه بعد كده. قولوا لي بقى في التعليقات انتوا بالنسبة لكم المعمار البيئي هو ايه، ولو عندكم أفكار معينة يا ريت تشاركوني بيها ونناقشها مع بعض.